حكى لي شخص ده كبير في السن، يعني له علاقة قوية أوي أوي، دائما يختبر أوقات الراحة، إنه وهو بس دي رؤية، لأن هو كان صاحي مش نايم يعني. فجأة قال لي شفت يسوع جاي عليه. قال لي بس أنا بمجرد أما قربت، هو قرب وأنا قربت منه وعمل إيده كده وشفت المسامير. هو بيحكي لي الراجل مش عارف يمسك نفسه، بعياط عياط عياط عياط. قلت له يعني إيه مسامير؟ قال لي لا مسامير إيه، الفتحة دي طلعت حاجة تانية، ده اختبار. احنا عادي نبص لها وبنرسمها وبنعملها مسامير اللي هنا ايه يعني، مسامير عادي يعني. هو لا. قلت له ايه؟ قال لي نور رهيب مش عارف اوصف لك، ده اختبار. تغيرت هيئته قدامه واداله اعلان. طب والمسامير دي ايه؟ دخل بقى ما طلعش. واحد شاب مرة على جنب المسيح برضه قصة، قول يا رب ناوي تديني ايه؟ يعني العيشة الناشفة دي يعني صعب قوي قوي، الواحد لا شايف ولا سامع ومأديها شوية تأملات وشوية تعزيات. طب امتى هتشوف؟ امتى عينك هتكحل بيه؟ بس اديله وقته، يعني ما تقولوش ايه ليك نص ساعة اخرك توريني نفسك في نص ساعة، العب غيرها، مش بتاع كده خالص. يمكن بعد اول 10 دقايق، يمكن بعد ساعة، يمكن بعد ساعتين، فهو يديك تمتع. انما غرض الراحة حاجتين، الجزء ده محوره حاجتين: تغيرت هيئتي قدامهم، دي واحدة، يتبع بقى معاها الرؤية الخاصة بتاعت التلاميذ، صارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج. ويمكن كان المسيح لابس حاجة تانية غير الثوب أبيض، حاجة تانية. دي رؤية، شافوا منظر مختلف، شافوا شركة السمائيين إيليا وموسى. وفي الآخر خالص جالهم صوت إن هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا. ابني الحبيب دي رؤية، سمعوا صوت عنه، ابني الحبيب وله اسمعوا. يعني لما تروح تقرأ الجزء ده هتطلع حاجات كتير. هما اليوم ده كان يوم مليان بالحاجات الجديدة، يوم راحتك. هو ايه الجديد؟ انا عملت قانوني، اشكر ربنا، قريت الاصحاحين اللي عليا والثلاث مزامير اللي بقراهم، وقلت خلاص وكله تمام، اديت القانون ده كويس لطيف تعمله كل يوم، حلو قوي. لكن لازم في النص كده في عزومة، مش الأكل الطبيعي، في عزومة، في قعدة مختلفة، في شبع جديد. أقول له أنا بقالي كتير ما شبعتش شبع مختلف، بقالي كتير ما قعدتش معاك. في ناس شاطرة بقى تاخد أجازة وتاخد يومين، تفصل يومين. طبعا الخزين بتاع اليومين غير بتاع اليوم. طبعا أكيد طبعا اليومين دول هيبقوا من غير موبايل، وأكيد اليومين دول من غير أي وسائل أخرى. يعني أنت مش رايح في حتة تفرج عن نفسك، أنت رايح تقعد معاه عشان تعرف راسك من رجلك. وأنا مش فرحان ليه قوي كده؟ إزاي أنا لغاية دلوقتي ما شفتكش؟ طب لغاية دلوقتي إزاي في أمور ماسكة؟ ده لو واحد شافه اتلحس فطلع لفوق. لغاية ليه دلوقتي أنا مؤمن عادي، ليه مش مؤمن غير عادي؟ فنزلوا التلاميذ من اللقاء ده أكيد قالوا كده، إحنا كنا في لقاء غير عادي، لقاء غير عادي. وبعد اللقاء الغير عادي ده لما يخلص تشتاق إلى لقاء غير عادي. في ناس أعرفهم بيقضوا أسبوع الآلام في لقاء غير عادي، فبياخدوا بقى
في ناس عندها أيام في السنة بتقفلها لقاء غير عادي. في واحد مثلا ياخد يوم عيد ميلاده لقاء غير عادي. في واحد يحط ليه كده مناسبات ياخد فيها لقاء غير عادي، يقول له على فكرة اليوم الفلاني ده اعمل حسابك هنقعد مع بعض، فهو يضحك ويبقى مبسوط ويديك سؤل قلبك انك تقضي معاه لقاء غير عادي. عندك ذخيرة وعندك خبرة باللقاءات الغير عادية، ولا كله خبر خير يعني عادي؟ يعني ما جيتش في يوم كده قلت أنا النهاردة عايز أحضر قداس غير عادي؟ أنت قرر، ملوش دعوة بابونا. هتحضر قداس غير عادي، تقول أنا هاخد يوم في الأسبوع نص هعمل عايز لقاء غير عادي، أنا بقدمه لك، أنت قدم لي بقى الوجبات اللي فيه. هو يقدم، شرط ما تقولوش بس وقت، اديله وقت مفتوح واقفل وما تستعجلش. الحياة مع الله تحتاج إلى صبر. يقول الذين يثمرون بالصبر.